يا ترى ليه مية البحر بتعتبر مالحة لكن الأنهار عذبة؟ فالسر هنا بيبدأ من المطر نفسه. فالمية اللي بتنزل من السماء بتكون نقية وعذبة، تجري في الأنهار بسرعة من غير ما تلحق تشيل معاها كميات ضخمة من الأملاح. لكن الرحلة دي بتتغير أول ما المية توصل للبحر، فهناك بتبدأ تدوب الأملاح والمعادن اللي جاية من الصخور والأرض عبر ملايين السنين. وكل مرة المية تتبخر للشمس وترجع مطر تسيب الأملاح مكانها، فتفضل تتراكم وتزيد لحد ما بقت البحار والمحيطات كلها مليانة بالملح. فتخيل ان رتل واحد بس من مية البحر فيه حوالي 35 جرام ملح. والأغرب اننا لو استخرجنا كل الأملاح اللي في البحار والمحيطات وزرعناها على اليابسة، الكوكب كله كان هيبقى متغطي بطبقة ملح سمكها مئات الأمتار. واي نعم ده سر بسيط بس في شكله، لكنه بيكشف لك قد ايه البحر اعمق واعقد من اي تخيل الانسان ممكن يتخيله.